حدوتتنا النهاردة حدوتة ولا في الأفلام. هنحكي حكاية واحدة بدأت حياتها جارية تتباع وتتشري لحد ما وصلت لكرسي العرش، لكن في الآخر بتموت غلبانة وفقيرة. حدوتة زي اللي بنشوفها في الأفلام. هنحكي حكاية ست، بس مش أي ست، ست اتجوزت 3 حكام وحكمت واتحكمت. مش بس كده، ده كان في جيش مخصوص بتاع حكى عنها الجبرتي وكتب عنها نابليون بونابرت في مذكرات، ومحمد علي باشا بذات نفسه غار منها وحبسها. حكايتنا النهاردة هتكون عن الست نفيسة البيضة أو نفيسة قدين أو أم المماليك. بس زي ما اتعودتوا معايا، لو عايز تعرف وتسمع أصل الحكاية من البداية يبقى يلا تعالى بسرعة وركز معايا. نفيسة هانم أو نفيسة قدين أو نفيسة بنت عبد الله البيض هي جارية جورجية أو شركسية الأصل. اتجوزها علي بيه الكبير وحبها جدا واداها من أملاكه أموال كتيرة ملهاش عدد ولا حصر. كانت جميلة جدا وذكية جدا، علشان كده أطلقوا عليها اسم نفيسة البيض. عاشت مع علي بيه الكبير عز ملوش أول ولا آخر، وبنى لها قصر بيطل على بركة الأزبكية. لكن زي ما التاريخ بيقول إن الأيام دي كانت أيام مؤامرات، وساعتها محمد بيك أبو الدهب اتآمر عشان يقتل علي بيه الكبير، واللي قتله كان مراد بيه، وكان ليه طلب واحد بس. كان طلب مراد بيك الوحيد علشان يخلص على علي بيه الكبير هو إنه يتجوز من جاريته الجميلة نفيسة البيض. بالفعل بعد قتل علي بيه الكبير اتجوزها مراد بيك كتمن لخيانته، ولما اتجوزت مراد بيك ثروتها زادت أضعاف أضعاف، وبقى عندها جيش من المماليك يقدر بحوالي 400 مملوك، وغير 56 جارية و2 من الخصيان بيحرسوها هي شخصيا. وبالرغم من سوء أخلاق مراد بيك، إلا إن مراته نفيسة البيضة كانت معروفة بكرم أخلاقها، وكانت دايما بتعامل المصريين أحسن معاملة. مش بس المصريين، كمان التجار من الأجانب، وكانت بتكلم جوزها دايما في انه يخفف عليهم الضرائب والمكوس. ولما جت الحملة الفرنسية لمصر، وكانت مصر ساعتها تحت حكم مراد بيك وابراهيم بيك، وانهزم جوزها مراد بيك قدام نابليون بونابرت في معركة الأهرام الشهيرة، لما حاجته وهرب بسرعة على الصعيد علشان يعيد تكوين قوات. الوقت ده رفضت نفيسة البيضة ان هي تسافر معاه، وقعدت في مصر في موقف بطولي وشجاع منها، وكانت في نفس الوقت بتحرس كل أموالها وأموال نساء المماليك. ومش بس كده، دي علاقتها بنابليون بونابرت كانت علاقة ممتازة لدرجة إن هي عزمته على العشاء في قصرها في الأزبكية. وبعد العشوة ولما نابليون أعجب بيها وبشخصيتها، قرر إن هو يهديها ساعة مرصعة بالألماس، بس يا عيني رجع خدها منها تاني بعد ما فرض عليها ضرايب كتيرة جدا نتيجة مساعدتها للمماليك. وبعد ما مراد بيك جوزها مات في الصعيد بمرض الطاعون، اتجوزت من اسماعيل بيك المحتل. فضلت نفيسة البيضة طول الوقت تدافع عن المماليك وزوجاتهم وأموالهم، لدرجة انهم أطلقوا عليها لقب أم المماليك. وكانت ثروتها كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، لأن هي كانت بتشتغل في التجارة، وكانت بتوسع الثروة دي بتجارتها الكتير. وبنت نفيسة البيضة مجموعة تجارية كبيرة جنب باب زويلة، واللي اتشهرت باسم مجموعة السكرية اللي اتكلم عنها نجيب محفوظ في روايته السكرية. وكانت المجموعة دي مكونة من سبيل وكتاب ووكالة للتجارة وحمامين وربع لتسكين الفقراء. ومجموعة السكرية الخاصة بنفيسة البيضة مجموعة من أجمل المباني العثمانية اللي اتكتب على باب سبيلها بيتين من الشعر بيقولوا: سبيل سعادة ومراد عز وإقبال لمحسنة رئيسة، يسرك منظر وصنع بديع وتعجب من محاسنه الأنيسة، جرى سلساله هدى وحسن لوجه الله ما صنعت نفيسة. ولكن زي ما احنا عارفين صفحات التاريخ ان دوام الحال من المحال. لما يجي أحمد خورشيد باشا كوالي عثماني لمصر يستدعيها للقلعة، وتقريبا كده ما تديلوش ريق حلو، فيغضب عليها ويؤمر بمصادرة جزء كبير جدا من أموالها. مش بس كده، ده كمان يؤمر باعتقالها في بيت السحيمي وتحديد إقامتها. ولأنها كانت محبوبة من كل الناس، يتوسط لها مجموعة من الكبارات علشان ترجع وتعيش في أسرها. لكن يا عيني
الأيام مش سايباها في حالها. لما يجي محمد علي باشا لحكم مصر بيغير من سلطة نفيسة البيضة ومن تحكمها في المماليك، ويصادر محمد علي باشا الباقي من أموال نفيسة البيضة، وتعيش أواخر أيامها في حالة من الفقر المطلق. وتموت نفيسة البيضة بعد ما حكمت مصر وقعدت على كرسي العرش فقيرة وغلبانة، وتدفن جنب جوزها الأولاني علي بيك الكبير في مدافن الإمام الشافعي. تخلص صفحة من صفحات التاريخ اللي بتحكي لنا عن عظمة ستات مصر. وأكيد مش محتاجة أفكرك إن لو الحلقة عجبتك واتفرجت عليها لحد هنا ما تنساش تدعمني بلايك وشير للفيديو، وتكتب لي كومنت تقولي فيه حكاية مين اللي عايزني أحكيها لك في الحدوتة الجاية. ودمتم بخير واستنوني في الحدوتة الجاية من حواديت الدكتورة.